يا هيك الهريسة النبكية يا بلا. الهريسة النبكية على أصولها، إذا مو على أصولها لا تاكلوها، أنا عم لكم لا تاكلوها. هاي الطريقة ضروري تجربوا لي إياها لأنه كتير رح تعجبكم. شوفني على الشوفة شلون طلعت الهريسة النبكية. شوف هالشوفة هي ما أحلاها، والله بتنهدها لملوك. شايف على الشوفة هي وطعمتها وريحة السمنة العربي اللي فيها شغلة فوقانية. طبعا نحن لا حطينا حليب ولا حطينا لبن. السلام عليكم. اليوم بدنا نساوي الهريسة النبكية على أصولها، يعني إذا مو هريسة نبكية لا تاكلوها. تعالوا نشوف الوصفة وإن شاء الله بتعجبكم. عندي 3 كاسات من السميد الوسط، تقريبا بيطلعوا شي 450. هاي أول كاسة، وهي تاني كاسة، وهي الكاسة الثالثة. وعندي كاسة من السكر بتطلع 200 غرام بحطها فوق السميد. ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر بحطها فوق منه. بخلط المواد كلها مع بعضها. معلقتين سمنة من أطيب سمنة عندكم موجودة بالبيت، هاي المعلقة الأولى وهي المعلقة الثانية. وهلأ بنفرك السمنة تبعنا. يا سلام على ريحة السمنة العربي بقلب الهريسة النبكية، طالعة ريحته بتجنن. وعندي ربع كاسة من القطر، تقريبا بيطلعوا 50 غرام، بنزلها فوق الخليط تبعي. وهلأ بفركها بالقطر مزبوط، يعني لازم نفركها مزبوط بالقطر، قد ما فينا نفركها بالقطر. بعد ما فركت السميد مزبوط بالقطر، عندي كاسة من المي تقريبا بتطلع 200 غرام، بنزلها فوق منه. بسم الله. هلا الملاحظة بهاي الهريسة انه لازم تطلع عندكم مزبوطة. هلا بعد ما حطيت المي لسه ما دعكتها انا بالمي، بقلبها تقليب، ما بكتر عليها بالتقليب، يعني بس نكتر بالتقليب بتلحم بتشد. هلا بس بقلبها تقليب. بسم الله. وهيك صارت جاهزة، ما تقلبها أكثر من هيك. هيك صارت جاهزة، هذا القوام تبعها. عندي مقاس الصينية هي تقريبا 35. هلا بحط لها معلقة من الطحينة، ومعلقة من السمنة العربي بحطها فوق منها. بخلطهم أول شي هيك مع بعض. وهلأ بنزل الخليط تبعي بالصينية تبعي. بسم الله. بنمدهم شوي. بعد ما مديتها مزبوط على هيك مساحة واحدة، هلأ بدقدقها شوي. وهيك صار القوام تبعنا جاهز. هلأ بنريحها لتاني يوم. الهريسة النبكية إجباري بدها رياحة لتاني يوم. هلأ هيك صارت جاهزة، وبكرة إن شاء الله نفوتها على الفرن ونخبزها ومنفرجيكم إياها كيف طلعت إن شاء الله. ورجعنا لكم تاني يوم بعد 24 ساعة على رياحة الهريسة. هلأ ليك شلون مجمدة. وهلأ بخها بالمي، بعملها هيك بخها هيك مشان يطرى الوش تبعها مشان يعلق الفستق. وعندي 250 غرام من الفستق. هلا كسرته من انا على الشوبة، وهلا ببلش احط الفستق. هاي الاكلة بتحب الفستق. بعد ما مديت الفستق عليها، هلا بعملها تكبيسة. كبس الفستق
مشان يعلى بقلب الهريسة. إذا في عندكم مثلا صينية أو صحن أو أي شيء بتقدروا تكبسوا فيه كمان اكبسوا، بس أنا أصلا كبسته بالإيد بس مشان ورجيكم إنه بيمشي الحال بالإيد. وهلأ من هون لفوتها على الفرن بدي جهز القطر. بدي أحط كاستين سكر بكاسة مي مع عصرة ليمونة بس يغلي. بعد ما كبستها مزبوط وبخيتها بخة بالمي، هلا باخدها على فرن حرارة 200 من تحت و100 من فوق، او اذا بدكم لا تشغلوا من فوق. بنحطها تحت على الطبقة التحتانية وبنحطها تقريبا ربع ساعة. بعد ربع ساعة تتماسك الهريسة وبياخد السفن، بنطالعها من الفرن وبنقطعها. بعد ما نقطعها بنرجعها على الفرن. اذا بدها لون على الوش بنعطيها لون الربع ساعة الثانيات. سحبتها من الفرن وهلا بقطع فيها. بسم الله. بنقطعها على السريع لانه بنرد نرجعها على الفرن. وهلا برجعها على الفرن مشان الربع ساعة التاليات. وبعد ما طلعت النبكية عنا من الفرن هلا بنحط لها القطر سخن طبعا. وسيخت شوية سمنة عربي. هلا السمنة العربي بنبخها بننزلها عليها قد ما فينا بنشربها بالسمنة العربي. شوف لي على الشوفة شلون طلعت الهريسة النبكية. شوف هالشوفة هي ما أحلاها والله، بتنهدها لملوك. شايف على الشوفة هي وطعمتها وريحة السمنة العربي اللي فيها شغلة فوقانية. طبعا نحن لا حطينا حليب ولا حطينا لبن. وهي الهريسة النبكية بكل تفاصيلها سويت لكم اياها اليوم بطريقة كتير بدها تعجبكم وكتير بدها تطلع ناجحة معكم من أول مرة بتساوى. أنا عن جد مالي عرفان كيف بدي أوصف لكم إياها على قد مو طيبة. ضروري تجربوها وتعطوني رأيكم بالتعليقات. جربوها وما بتندموا. يعطيكم العافية.